يا شانونتي، قناة لكل الأسرة. السلام عليكم مشجعين شعنونتي. النهاردة الحلقة صادمة شوية، لأنها هتحكي عن حالة وواقع بقى للأسف كتير قوي حوالينا. الحلقة بعنوان صادم وصارخ. وهل بقى مش من حق المطلقة اللي ربنا اختبرها في حياتها وإنها ما بقاش ليها خير في زواجها، إنها خلاص بقى مش من حقها تعيش؟ نلاقي مثلا الست اللي اتطلقت بقت معظم الحالة دي بتحصل السن الصغير للأسف. كل الكلام اللي يتوجه لها من نوع: لا ما ينفعش تعملي كده، انت بقيتي مطلقة. لا خدي بالك، انت بقيتي مطلقة. لا دي الناس هتتكلم عليكي عشان بقيتي مطلقة. انت ما ينفعش تعملي وتسوي عشان بقيتي مطلقة. خبر اسوح ومنيل يعني. مش كفاية هي من جوه بتبقى مقهورة وزعلانة انها فشلت في حياتها الزوجية، حتى لو هي كانت عايزة كده، واكيد ربنا شايل لها الخير في انه حصل كده، بس في الاول والاخر هي بشر وانثى، جواها بيبقى مشوش وزعلانة ومتضايقة على نفسها وحياتها. نقوم بقى نزودها: لا ده انت ما ينفعش وما ينفعش، ونقفلها في وشها، وكل شوية ده انت بقيتي مطلقة. حتى لو اللي بيقولها ده بيبقى خايف عليها، بس اللي هو اتعامل بمبدأ دي كحالها عماها. هي برضو من جواها بتبقى في حرب داخلية، بقى جزء منها بيقول لها انت بقيتي مطلقة، ما ينفعش تعملي كده دلوقتي. بتبقى على طول في صراعات مع نفسها، وبتتحول لفتات، كل حتة منها بتبقى في حتة اعملي كده، وحتة تقول لها لا ما تعمليش كده. طب نيجي بقى اللي ممكن يتعمل من واحدة في الحالة دي. نلاقيها مثلا بدأت تخرج تاني مع أصحابها وتتأخر، مثلا تضحك شوية بصوت عالي، تبقى قاعدة لوحدها مثلا ما رجعتش البيت أهلها، أو ربنا لو رزقها بأولاد تبقى قاعدة بيهم لوحدها. تبدأ تخرج من اللي هي فيه بحاجات بالنسبة لها منفذ طاقة. تشرب سجاير، وارد إنها تشرب سجاير. لو محجبة تقلع الحجاب، وارد إن هي تعمل كده. ستايلها يتغير شوية، وارد كتير إن هي يعمل كده، وحاجات كتيرة جدا من هذا القبيل. كلنا بنتفق ان الحاجات دي بتبقى مش صح طبعا، وانها بتحصل نتيجة الخلل اللي بيبقى جواها وعايزة تخرج نفسها منه بأي طريقة، وتحس ان الحياة قدامها وبتتعامل عادي. نقوم بقى بدل ما نوجهها بالراحة وبالحب كده ونخليها ترجع لطبيعتها اللي هي ما كانتش كده اساسا، نقوم نعكها ونقول لها لا ده انت بقيتي مطلقة ما ينفعش. لا، هي مش كده نهائي. نخلينا حواليها وبالراحة معاها، لانها بتبقى حساسة جدا الفترة دي من اي كلمة بتتقال لها. بلاش بقى نقعد نحكي عليها مع بعضينا ونقول شفتي بقت عاملة ازاي وازاي بقت كده والعك اللي بيحصل ده. نتكاتف حواليها، نخليها تخرج من اللي هي فيه وتخرج كل الطاقة السلبية اللي جواها. أهم حاجة نقربها أكتر وأكتر من ربنا، نشغلها بحاجات مفيدة وحلوة، ندعيلها إن ربنا يهديها ويبعدها عن شر الشبهات. نفكرها دايما بإن رسولنا الكريم اللهم صل عليه وسلم إنه قال لنا اتقوا شر الشبهات، بدل ما نقعد نقول لها انت بقيتي مطلقة والكلمة السخيفة دي. انا بقيت بشوف حواليا الحالة دي كتير جدا. مجرد ما بتسمع الخبر ده عن حد قريب منك او بعيد، انت نفسك بتتضايق جدا، ما بالك بقى باللي عايش اللحظات دي. يا ريت نخفف على بعض ونبقى في ظهر بعض، وكل اللي في ايده خير يقدمه، وما نعملهاش على انها عندها كارثة او مصيبة. لا لا خالص، مش كده، انت كده بتضايقها اكتر زيادة. تعامل معاها عادي جدا ولا كأن في حاجة. ربنا يهدي كل حال يا رب، ويفرج كل كرب، ويصبر كل واحدة بتعيش اللحظات دي، وتعرف أكيد أكيد إن الخير في اللي حصل ده، وإنك لأ من حقك تعيشي حياتك وتتعاملي عادي، وإن ده مش قطب طلعلك في ظهرك هتمشي بيه طول عمرك. لأ أبدا. أهم حاجة
يبقى كله بما يرضي الله، وتتقربي منه اكتر واكتر في الفترات دي، لانه بجد هو اللي هيساعدك، وكل اللي بيحبوكي هيبقوا حواليكي وهيساعدوكي. لان الراجل اللي بيطلق مش بيبقى ده عيب فيه ولا حد بيجيب سيرته اساسا، انتي كمان كده، وكوني قوية. ونفس الحالة دي بتحصل يا جماعة مع الأرملة برضو، يا ريت ما نقفلهاش في وشوشهم أكتر ما هم بيبقوا تعبانين من اللي حصل لهم. ويا رب تكون الحلقة حلوة والكل يستفيد منها، وما تنسوش تدعموا شعنونتي بالسبسكرايب والشير واللايك، وفعلوا لها الجرس عشان توصل لكم كل جديد من القناة، وهتستنى تعليقاتكم. والسلام عليكم. احكي يا شانوتي، قناة لكل الأسرة.